بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين، متابعي قناة الإعلامي أمين نايت العربي عبر اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو بخصوص البيان الذي تم نشره عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسحب الجزائر ملف ترشحها لكأس إفريقيا 2025-2027. ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت الاتحاد الجزائري بقيادة الرئيس الجديد وليد صادي سحب ملف كأس إفريقيا 2025-2027 بعدما كان حفيظ دراجي الصحفي الذي يعمل حاليا في قنوات بين سبورتس هو أول من نشر الخبر يوم أول أمس، عندما قال أن الجزائر ستسحب ملف ترشحها لعدة أسباب، أهمها قرارات الكاف التي تكيل بمكيالين. الكاف ظلمت الجزائر التي ظلمت كثيرا الجزائر التي لم تمنح لها شرف تنظيم كأس أفريقيا 2025-2027، بالرغم من أن الجزائر نجحت في استضافة الشام سابقا، ونجحت في احتضان أكبر التظاهرات الرياضية بشهادة الجميع. شخصيا أرى أن قرار سحب الجزائر ملف ترشحها لكأس أفريقيا 2025-2027 هو قرار صائب في الوقت الحالي لعدة أسباب سنذكرها في هذا الفيديو بحول الله. إذن من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت الجزائر تسحب ملف ترشحها هو إصرار صادي على إعادة بناء بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الكل يعلم أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاليا تمر بأزمة مالية خانقة. احتضان الجزائر لمنافسة كأس إفريقيا سيكلف خزينة الفاف وسيكلف خزينة الجزائر، نظرا لخزينة الفاف التي تعاني من ديون جد كبيرة. الفاف تعاني من ديون كبيرة بسبب التسيير السيء اللي كان في الفترات السابقة بقيادة رؤساء كانت لهم تجربة سيئة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كما أن من بين الأسباب أيضا ومن بين الأمور الإيجابية التي قد تحدث بعد سحب الجزائر لملف ترشحها هو سيمنح هذا الأمر الفرصة للمكتب الفيدرالي الجديد بقيادة وليد صادي لإعادة بناء بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإعادة إيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها الكرة الجزائرية، سواء تعلق الأمر بالرابطة المحترفة من ديون غارقة فيها الأندية، إلى مشاكل تحكيمية، إلى إجازات، إلى كل هذه المشاكل. سيسعى الاتحاد الجزائري بمشاركة الرابطة أيضا لإيجاد هذه الحلول. إذن الجزائر أيضا بسحب ملفها منحت رسالة واضحة للكاف، أكدت في مضمونها أنها لم تقدر مجهودات الجزائر التي سعت بكل الوسائل من أجل إنجاح التظاهرات التي احتضنتها. صحيح أن الجزائر بقيادة الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم سعوا بكل الوسائل لإنجاح فكرة احتضان الجزائر لملف كأس إفريقيا 2025 أو 2027، ولكن الكاف كان لها قرار آخر، وهذا ما يؤكد أن الكاف هناك أيادي فوق الكاف، هناك أيادي تسير الكاف ضد الجزائر، والكل يعلم هذا. الكل يعلم أن موتسيبي هو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولكنه ليس صاحب القرار. هذا مسلمة يجب أن نؤمن بها. موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي ليس هو المسؤول، ليس هو صاحب القرار في الكاف. صحيح جاء موتسيبي كان هنا في الشان، اعترف بتصريحات كثيرة أن الجزائر قادرة على احتضان كأس
إفريقيا وقادرة أيضا على احتضان أي تظاهرة رياضية. لماذا لم تمنح الكاف شرف تنظيم؟ يعني كل هذه الأمور تبقى علامة استفهام. هذا ما يؤكد أن القرار ليس في يد موتسيبي، بل في يد أياد أخرى وأسماء الكل يعرفها، والكل يعلم جيدا أنها تعمل في الكواليس، تعمل ضد الجزائر وضد المنتخب الجزائري، وهذا ما يجب معرفته. كل هذه الأمور جعلت الاتحاد الجزائري بمعية السلطات أيضا تؤكد وتقرر وتعلم جيدا أن القرار الأنسب في الوقت الحالي هو الانسحاب من السباق، وترك الكاف، يعني يختار بحرية ترك الكاف لوحده. تأكيد للكاف أن الهيئة لا تعمل بجد، لا تعمل بعدل، تعمل بمحسوبية، تعمل بعيدا عن المنطق. هناك أياد تعمل ضد الجزائر. كل هذه الأمور يعني جعلت الجزائر تسحب ملفها، وشخصيا أرى أن هذا هو القرار الأنسب خاصة في الوقت الحالي. نحن الجزائر الكل يعلم أن الجزائر ضعيفة على المستوى الإفريقي بسبب عدم وجود مسؤولين على مستوى المكتب التنفيذي للكاف، وهذا ما يجب العمل عليه في الفترة المقبلة. الكل يعلم أن وليد صادي أمام تحديات كبيرة، هناك تفاؤل كبير بخصوص هذا الرجل، نعلق آمال كبيرة على هذا الرجل الذي عمل سابقا مع محمد روراه الذي ترأس الاتحاد الجزائري، وكانت فترة الاتحاد الجزائري في ذلك الوقت هي فترة زاهية. خزينة الفاف كانت في بحبوحة مالية. محمد روراه ترك الفاف في بحبوحة مالية، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لوليد صادي الذي سيعمل حتما بخبرته مع محمد روراه. أيضا وليد صادي سيكون أمام عمل كبير لإيجاد الحلول الكثيرة التي تتخبط فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بداية بأكاديمية تلمسان، يعني التي تتواجد في مرحلة توقف بسبب الديون الكثيرة التي تعاني منها هذه الأكاديمية، والتي لم ترى النور لحد الآن. وأرى أيضا أن وليد صادي سيكون أمام عمل كبير، إيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية. لن يكون صادي لوحده، يجب تكاثف المجهودات من المكتب الحالي إلى السلطات. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية كبيرة من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو تحسين الكرة، تحسين مستوى الكرة الجزائرية ولعب الأندية. أيضا يجب العمل على أن تكون الأندية الجزائرية حاضرة في المنافسات الإفريقية المقبلة، ولن يكون هذا الأمر إلا برفع مستوى الدوري الجزائري وإيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الأندية الجزائرية. بالحديث أيضا عن الأندية الجزائرية، هناك أندية كبيرة تتخبط في أزمات مالية، وهذا ما جعلها تغيب عن المنافسات الإفريقية. بالعودة إلى موضوعنا أعزائي المشاهدين، وهو سحب الجزائر لملف ترشحها للمنافسة كأس إفريقيا، أظن أن هذا هو القرار الأنسب في الوقت الحالي. يجب الآن العمل داخليا، إعادة الصفوف، إيجاد الحلول، إيجاد النقائص من أجل تداركها في المستقبل القريب، العمل على تحسين الأوضاع بالنسبة للمنتخب الوطني، أيضا حماية المنتخب الوطني وحماية بالماضي أكد في الكثير من التصريحات السابقة على ضرورة حماية المنتخب. لماذا قال بالماضي يجب حماية المنتخب؟ لأنه يعلم جيدا أن كواليس الكاف وكواليس الكرة الإفريقية ستؤثر سلبا على المنتخب الجزائري في المنافسات المقبلة. المنتخب الجزائري تنتظره مباريات رسمية ومباريات قوية، بداية بمنافسة كأس إفريقيا، وصولا إلى تصفيات كأس العالم. كل هذه المباريات جمال بالماضي خائف من الكواليس، خائف من التحكيم، خائف من الأيدي التي تعمل ضد الجزائر. إذن كما قلت في سابق،
يجب العمل الآن يجب التفكير الآن داخليا، يجب التفكير الآن في حل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قبل التفكير في احتضان أي منافسة رياضية. ولا في الأخير نتمنى التوفيق للمكتب الفيدرالي الجديد بقيادة وليد صادي الذي نتوسم فيه خيرا، بالإضافة للمكتب الجديد الذي سيعمل بكل الوسائل لإنجاح عهدته. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. نلقاكم في مواعيد مقبلة بحول الله وفي فيديوهات مقبلة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.